انت عارف، بس انا امسك طرف الخيط واعرف الزتونه، هقرا الودع وارتس الجدع وامشي على الحيط. شركات ماركتنج كتير جدا بتعمل كده. هو صحيح انا لو عرفت طرف الخيط في الماركتنج عندك هعرف ابوش جامد ليك وهعرف انجحك في وسيله ما، بس للاسف شركات ماركتنج كتير فاهمين الموضوع ده بطريقه غلط. هو كل شويه عمال يجرب لك في حاجات مختلفه كتير بدون اي اساس علمي، بدون اي دراسه. هو بس طب ما نجيب ناس ترقص قدام الكاميرا، طب ما نعمل عروض، طب ما ننزل نكلم الناس في الشارع، طب ما نعمل طب ما نعمل طب ما نعمل. طب انت اخدت الاساس العلمي ان انت تبني عليه الكلام ده كله؟ هل انت اصلا عرفت جمهورك بيك؟ هل انت اصلا عرفت الناس بخدماتك؟ هل انت عرفت الناس بمميزاتك؟ هل انت عملت حملات اويرنس مظبوطه؟ هل انت من الاول عملت استراتيجي مظبوطه؟ هل انت خدت السيلز فانل المظبوطه للبيزنس بتاع العميل بتاعك؟ هتلاقي كتير جدا من شركات الماركتنج اللي انت بتقعد معاها اول حاجه بيقولها لك احنا ممكن نعمل كذا او كذا او كذا او كذا. هو عاوز يوريك الاكتيفيتي بتاعته بدون اي اساس علمي، وتلاقي نفسك دخلت بعد كده في لوب من العمليات المتكرره اللي في الاخر الناس بتزهق منها وما بتجيبلكش اي نتيجه. صحيح احنا محتاجين نمسك طرف الخيط علشان نوصل لنتائج احسن، واحنا لو عرفنا ايه احسن وسيله للجمهور بتاعك هنجيب نتائج احسن، بس عمرنا ما هنوصل لطرف الخيط ده واحنا مش ماشيين على اساس علمي مظبوط ولا بنجرب الخطوات المظبوطه في الماركتنج. لو احنا بنجرب تجربه عشوائيه لاي حاجه ناجحه على السوشيال ميديا وخلاص، ساعتها النتيجه هتبقى واحده، ان احنا بعد فتره دخلنا كلنا في لوب غير منتهي، عمالين نكرر نفس الافكار والفيديوهات على امل انها تنجح زي ما نجحت قبل كده او زي ما نجحت مع ناس احنا شايفينهم على السوشيال ميديا. زي ما قلت لك قبل كده، اللي ناجح مع غيرك مش بالضروره ينجح معاك. انت لازم تعرف ايه الافضل للبيزنس بتاعك، ولازم تاخد الخطوات السليمه للماركتنج، واوعى تخلي اي شركه ماركتنج تضحك عليك، وافتكر ان انت اللي الجدع اللي ممكن تتقرطص بسهوله جدا لو انت مش فاهم. انا عبد الرحمن عادل بقدم محتوى عن البيزنس والماركتنج. لو حابب تعرف اكتر تابع فيديوهاتي. شكرا جدا ليكم.